زال المتظاهرون أمام مسجد رابعة العدوية يحتشدون ينادون بالاستفتاء وأن الموافقة على الاستفتاء. هذه التظاهرة التي بدأت منذ 10 صباحا استجابة لنداء ائتلاف القوى الإسلامية وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية وائتلافات بعض الشباب الإسلاميين، أتوا من عدة محافظات، ويبدو أن المحافظات التي تم يعني سيكون فيها الاستفتاء السبت بعد القادم هي التي أتت بكثافة. وعند سؤالنا إلى بعضهم لماذا لم تأتي المحافظات التي سيكون بها الاستفتاء غدا، قالوا أن هناك استعدادات من قبل الشباب لاستقبال الاستفتاء غدا، ودعوة الناس إلى النزول إلى الاستفتاء بكثافة وإلى الاستجابة إلى ما يرون أنه هو الأنسب في هذه الفترة، وهي الموافقة على الاستفتاء والموافقة على الدستور، وأن يعلموا على كلمة نعم أوافق على هذا الدستور. هذه التظاهرة ما زالت مستمرة أمام رابع العدوية، ويقوم بعض الشباب بتنظيم حركة المرور وحركة السيارات بالتعاون مع قوات الشرطة، وهناك استعدادات ما زالت مستمرة من قبل وزارة الصحة بوجود أكثر من سيارة إسعاف، لكن حتى هذا الحين لم يحدث أي حالة من حالات التعب أو الإرهاق، بل أن الأمر يسير بشكل مناسب حتى هذه اللحظة. كانت هناك عدة كلمات على المنصة الرئيسية في هذه التظاهرة تدعو إلى الاستفتاء على هذا الدستور وإلى الموافقة عليه، وأن هذا الدستور كما يرون يدعم الاستقرار وبناء المؤسسات المختلفة لمصر لتبدأ مصر مرحلة ما بعد الثورة وما بعد الاستقرار الدستوري والقانوني. أقف الآن وسط مجموعة من المشاركين في هذه التظاهرة أجري معهم هذه اللقاءات. أتعرف على حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن ناخد مسافة بس اتفضل. حمدي نعمان من محافظة دمياط. حضرتك وجودك النهارده يعني ايه السبب؟ يعني احنا جايين هنا نقول نعم للدستور، نعم للاستقرار، نعم للبناء والتنمية، نعم للعمل والإنتاج، وإلا البديل هيبقى إيه؟ البديل مزيد من الفوضى ومزيد من تضييع الوقت على الرئيس حتى يقال في الآخر إنه ما عملش حاجة. فإحنا جايين يعني عايزين نسرع بالإنجاز ونسرع بإخراج الدستور واستكمال بناء المؤسسات حتى نبدأ في الإنتاج والعمل. حضرتك قلت لي إن حضرتك كاتب زجل عن الديمقراطية. والله أنا يعني جاي أوصل رسالة بسيطة كده لبعض الناس اللي كانوا بيتشدقوا بالديمقراطية وكانوا بيتهموا التيار الإسلامي بأنه هو مش بتاع ديمقراطية وأنه همجي وما إلى ذلك، وبعدين بتثبت الأيام أن هم أول من ينقلبوا على الديمقراطية. فبقول له يا ديمقراطي يا ديمقراطي، عامل دوشة ليه على الفاضي؟ يا ديمقراطي يا ديمقراطي، لو ما أخدتش ما أنتش راضي قول لي يا صاحبي يا ديمقراطي ليه مش راضي عن الصندوق؟ علشان مادة الغلبة لغيرك، تنسى مبادئك، تنسى الذوق وتحرنق وتقول مش لاعب وتعيش كده دمك محروق. لو كان عندك دم حقيقي أو كان عندك حبة ذوق تدي الحق يا سيدي لصاحبه وتسلم وبكل هدوء. تدي الحق يا سيدي لصاحبه وتسلم وبكل هدوء وتساعد وانت في مكانك، وما هو الشرط يا عم تسوق. ده المخلص راح يخدم وطنه، المخلص راح يخدم وطنه ولا هيبص لشهرة وضوء. أما عمايلك يا ديمقراطي هتخليك دايما في الواطي، كل عمايلك علشان نفسك واما بتقدر مش بتطاطي. قول يا جميل لو كان لك غلبة كنت ساعتها تحطها واطي وتقول لي يلا نتوافق ولا تسود يومها حياتي. يا ديمقراطي يا ديمقراطي قاعد تسخر من ده ومن ده، قاعد تسخر من ده ومن ده وتكابر واخدها معاندة. اي حلول عندك مرفوضة وكأن ما بيفهمش الا انت. قول لي يا صاحبي بكل صراحة دي افكارك ولا اجندة؟ يا ديمقراطي يا ديمقراطي لو ما اخدتش ما انتش راضي. امضاء. حمدي نعمان. شكرا ليك. تعرف عليك. هيثم الشريف من دمياط برضه. شريف، يعني هناك اعتراضات على الدستور، يعني هناك عدة أوراق وعدة ملفات قيلت عن الدستور، منها مثلا أن هذا الدستور يعني بشكل أو بآخر بعيدا عن فكرة العدالة الاجتماعية ما بين الطبقات المختلفة، حتى في مادة الخاصة بالصحة جعل التأمين الصحي لغير القادرين، فما بال القادرين يعني من حق القادرين أن يكون لهم تأمين صحي.
اولا انا نفسي بس اي حد معترض يعني تساله انت معترض ليه، يقول لك انا معترض على الماده رقم كذا، يعني تقول ايه البديل. دي ماده موجوده فعلا، ماده يعني التامين أنا الصحي. مثلا في باب في لاول مره في باب كامل اسمه باب العداله الاجتماعيه، ان مثلا دلوقتي ان المعاش يعامل نفس معامله المرتبات حد ادنى، يعني الناس اللي كانت بتاخد معاش انا معايا يسمى الدستور. معاش حضرتك السادات. بتقول ثانية بس في باب اسمه العداله الاجتماعيه. يعني نتاكد بس من المعلومه بس دي. كلمتي بس كمل كلمتي. الحقوق الاجتماعيه والاقتصاديه، مفيش حاجه اسمها العداله الاجتماعيه، اسمها الحقوق الاجتماعيه والاقتصاديه. انا اقصد ده، يعني مثلا الناس اللي كانت بتاخد معاش بما يسمى معاش السادات اللي هو ال 65 جنيه وال 70 جنيه، اصبح ان هو من الشهر الجاي من تاني يوم اقرار الدستور هياخد 750 جنيه اللي هو الحد الادنى، نفس الحد الادنى للمرتبات، وان الست ربة البيت هتاخد معاش زي يعني معاش كامل، وان عانت بطاله، وان المراه المعيله هتاخد معاش، وان الطفل من اول ما يتولد لغايه ما يخش سن الدراسه سن 6 سنين تامين صحي شامل. يعني حتى كمان الاول كان الفرد هو وزوجته واولاده، دلوقتي كمان والده ووالدته هيدخل في التامين الصحي. فيعني انا مش شايف ان سن المحليات الانتخاب ينزل. ليه الماده الخاصه بالتامين الصحي خاصه بغير القادرين؟ بس اوضحها ان هو قال الرعايه الكافيه، وكلمه كافيه هنا كلمه قاطعه الدلاله ان هي كافيه ان هو ياخد الرعايه الطبيه اللي يستحقها. لكن لغير القادرين من الذي يحدد القادر وغير القادر؟ القانون. عند حضرتك الدستور ده بيحط اطر عامه، لكن القانون ده هو ده اللي هيحط الكلام ده على الارض. هل ده معناه ان غير القادر لازم يقدم ورق اجتماعيه يقول ان هو غير قادر وانه مسكين وانه غلبان؟ ليه حضرتك تفترض كده؟ ما تفترضش ليه ان هو اساسا وسع الحق ده عشان خاطر يخش تحت منه ناس كتير جدا تستفيد من الحق ده. قصدي كيف يثبت انه غير قادر؟ لازم هناك ما يثبت انه غير قادر. والله مثلا يعني ممكن تقيس مثلا على الحد الادنى من المرتبات اللي هو ان شاء الله هيبقى 1200 جنيه بعد كده، ان ما دون ذلك مكتوب في الدستور 1200 جنيه. هو عشان خاطر الموازنه العامه اللي كان اقرها المجلس العسكري وحكومه الجنزوري كانت 750 جنيه، هيطبق من كده. لكن وكمان لما يطبق موضوع الحد الاقصى والحد الادنى للاجور، الحد الاقصى ده لوحده هيوفر 8 مليار جنيه سنويا. لكن هناك استثناء في الحد الاقصى. دي يعني للخبراء الاجانب والاماكن مثلا يعني زي الشركات قطاع البترول، شركات قناه السويس، الشركات اللي هي المالتي ناشونال. طب ما ده حصل دلوقتي. بس هي يعني دلوقتي قطاع البنوك لوحده وقطاع البترول لوحده وقطاع ده لوحده. مدير بنك خاص مثلا بياخد مليون جنيه في الشهر، اقول له تعالى امسك. احنا بنتكلم على قطاع حكومي دلوقتي. ما انت دلوقتي في حصل هجره للعقول والخبرات دي راحت القطاع الخاص، فانت عشان خاطر ترجع تاني تبني قطاع عام من جديد محتاج برضو توفر للناس دي بديل عن اللي كانوا يعني بيشتغلوه، بس بديل شرعي، مش مثلا يعني كفايه مثلا في يعني موضوع السلطه يعني يبقى في تفاوت ايضا في الاجور في القطاع الحكومي بنسبه محدوده. ده موجود في اي دوله في العالم، في اي دوله في العالم، ده استثناء مش قاعده، في فرق بين القاعده والاستثناء. ما فيش موجود في اي دوله في العالم، موجود في اي دوله في العالم في حد اقصى معلوم وحد ادنى معلوم والناس بتروح ما بينها. لما استعان بالمهندس هاني عازر اللي عمل المترو اللي موجود في اوروبا كله، هل بيعامل كراجل يعني الماني عادي، ولا بيعامل ان هو كراجل خبير اجنبي؟ بيعامل كخبير اجنبي وفق لقواعد موجوده حكوميه. ده اللي انا بقول عليه برضه. يعني ليس هذا استثناء ولكن قاعده مثلا انا مش هخترع العجله، انا همشي على السيستم اللي موجود قبل كده اساسا. شكرا لحضرتك. اتعرف على حضرتك. مهندس رجاء البطل. مهندس رجاء البطل. منين يا باشمهندس؟ انا من القاهره، من زيتون. من زيتون. ليه جيت النهارده انا بقول الاول حاجه، بقول للدكتور محمد مرسي ان ينصركم الله فليغلب لكم. جاي النهارده عشان نقول طبعا نعم للدستور، نعم للاستقرار، نعم للمستقبل افضل لمصر. انت حضرتك اللي عامل الحاجات دي ماشي بيها كده علم مصر وعلامه صح. علامه موافق. واللون الاحمر كمان. اللون الازرق اللي هو اللون الازرق الاطار، واللون الاحمر شمال ان شاء الله. ان شاء الله. حضرتك شايف ماذا سيحقق الدستور للمصريين؟ باذن الله يحقق لجميع افراد الشعب الرخاء والمستقبل الافضل ان شاء الله. يعني واخد جميع افراد الشعب، حتى واخد الطفل، واخد الشباب، واخد المراه، واخد الشيوخ، واخد الشباب، واخد كل حاجه، مديهم امتيازات في الدستور. رايك العامل، واخد العالم. رايك في من يقول ان رئيس الدوله في هذا الدستور سيعين الهيئات القضائيه والهيئات المستقله والوزراء، رئيس مجلس الوزراء؟ ما فيش مشكله لو رئيس عين هيئات مستقله، ما فيش مشكله. ولو رئيس الوزراء برضه هيعين الرئيس من يعينه سيكون ولاؤه للرئيس وليس لغيره. لا الرئيس بيقعد 4 سنين، حتى لو كان ولاؤه للرئيس، لو حسينا كده ان هو الرئيس ماشي غلط او اللي تحتيه ماشي غلط بيمشيه بعد 4 سنين. شكرا لحضرتك. تعرف على حضرتك وعلى وجودك. مدام ايمان، انا موجوده هنا منسقه حركه مصر وبس. انا حركه مدنيه ملهاش دعوه بالاخوان ولا باي تيار موجود على الساحه. قدامنا واحده ست. عادي يا جدعان، مش كده. راح يا شباب بالراحه. اتفضلي.
المهم انا جاي النهارده ان شاء الله اقول نعم للدستور، لان انا قريت بتهيألي اول مره الشعب المصري كله يقرا الدستور، اول مره ان هو يقرا دستوره. وانا عجباني ماده جميله قوي ان ما فيش اي حد او قوه او اي يعني دخول اي بيت الا ما يكون فيه اذن قضائي، وكمان لازم يستأذن اهل البيت ومعاه اذن قضائي، لازم يستأذن اهل البيت قبل ما يخش ويفتش البيت. لكن نفس الماده دي بتقول ان في مده 12 ساعه، يعني الواحد يقعد 12 ساعه مش معلوم. ماده مختلفه. ممكن تقرا لنا الماده؟ اوكي. رقمها كام وفي انهي باب لو حضرتك معاك؟ هي باب الحريات طبعا، والماده بتقول للمنازل حرمه، وفيما الماده 39 بالضبط، الماده 39 للمنازل حرمه، وفيما عدا حالات الخطر والاستغاثه لا يجوز دخولها الا او تفتيشها ولا مراقبتها الا في الاحوال المبينه في القانون وبامر قضائي ومسبب، ويحدد المكان والتوقيت والغرض منه، ويجب تنبيه من في المنازل قبل دخولها او تفتيشها. ويجب تنبيه من في المنازل قبل دخولها او تفتيشها. اصلا كان زمان اول ما حد يروح يفتش بيت كان دب 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 ويخش ويقتحموا البيت، اما دلوقتي اهو الدستور بيديك حق ان انت اول حاجه تشوف الامر القضائي اللي جاي يتفتش على اساسه، وفي نفس الوقت ان هو لازم يستأذنك، ولازم لو في حد مش يعني واخد باله ان في حد داخل عليه لازم بيكون جاهز ان حد داخل عليه يعمل حسابه. ثم انا دلوقتي انا شايفه الدستور كله رغم ان انا مش حافظه، بس انا شفته ما فيش اي حاجه استوقفتني، لقيته فعلا كله دستور جميل جدا. فكره تحديد الاجر بالعمل بالانتاج وليس بالعمل والله جميله جدا. دلوقتي بدل الواحد يتكاسل طبعا لما كل واحد هقول لحضرتك من حق كل عامل ان ياخذ اجر على ما عمله بالظبط. طب ما هو انتاجه برضه. طب ما بص انا هقول لك على حاجه، ياتي يتحجج احد ويقول انك لم تنتج فاذا لن تاخذ اجرا. لا 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 اكيد ليها ضوابط. ثواني لو سمحت، اكيد ليها ضوابط، ما يبقاش هبل كده. اول حاجه لازم دلوقتي ده مش هبل، ده رايي ان الناس بترابطه بين الاجر وبين العمل. اوكي. مش بين الاجر وبين انا هروح الانتاج. اوكي انا هروح شغل المفروض هنتج حاجه معينه كم معين، لو انا ما انتجتوش يبقى انا ما استحقش الاجر. معظم الموظفين بيعملوا ايه؟ بيروحوا يمضوا ويقعدوا يناموا، صح ولا لا؟ دي بالعكس، اما تعمل انتاج انت هتاخد مقابل، ده بالعكس ده ربنا يبارك لك فيه. شكرا عليك. ماما سلوى جايه النهارده ليه ماما سلوى؟ ماما سلوى جايه اقول حاجه واحده، انا ما بقولش نعم للدستور زي ما الناس بتقول عشان المواد، انا بقول نعم لسبب واحد، لان التفتيت اللي حصل فيه البلد ده واراقه الدماء اللي بقت على الارض بسبب القوى المتصارعه سياسيا وليس دستوريا، فبقول نعم لان الدستور ده بيديني الحق في حالة وجود مجلس شعب ان المواد الدستورية اللي فيه اللي احنا شايفين من وجهة نظر الناس ان احنا مش عاجبك جزء كبير من الشعب يمكن تغييرها بمجلس الشعب بنسبة التلت. وبعدين حاجة واحدة، انا من الناس خمس مجلس الشعب ممكن هو يطلب يمكن تغييرها. وبعدين عايزه اقول حاجه، احنا بنتصارع النهارده، القوى المدنيه دي مش احنا اللي ترجيناها، وانا عارفه كل الناس عارفاني انهم يتحدوا ويعمل صف موازي للاخوان عشان قوتين نتصارع. جايين النهارده تتحدوا على دم الشهداء وتنادوا باسم الشهداء. كنتوا فين لما كنا بنشيع جنازات الشهداء؟ كنتوا فين لما بنروح للمصابين ومش لاقيين لهم مجال؟ كنتوا فين لما انا كنت بروح السجن الحربي وبشوف اللي بيحصل لاولادي؟ صحيح النهارده انا بقول انا مش ام مصريه، مش ام الثوار، انا امراه مصريه تبكي على كل راجل وشاب مسلم او مسيحي او يهود ريقه دم على ارض مصر دي، وكفايه دم. احنا عايزين استقرار، ما احناش عارفين ننزل الشوارع، مش عارفين نروح اي حته. يا رب انصرنا ان شاء الله، وربنا قال ادخلوها بسلام امنين. اتعرف عليك؟ طب بالراحه ارجع ورا بس كده. اهدوا اتعرف عليك. محمد ابو العلا حسين من محافظه المنيا. جاي من المنيا لهنا؟ من المنيا لهنا. جاي أأيد الدستور لأهداف معينة. أولا أرد على علاء الأسواني في إيه؟ فإنه قال نحن أمية. أي نعم أنا عامل والظروف التي أجبرتني على أن أنا أكون في مستوى العمالة لا تدعي لي أني أمي. في عصر زمني
30 سنة مستبد تكتم بها الحريات وندافع عن عقولنا وأفكارنا لن نجد. أتى الزمان حتى نرفع كلمتنا ونقول كلمة واحدة. هيا بنا نقول نعم للدستور من أجل الحرية، من أجل أن نتكلم كلمة، من أجل أن نفكر بعقلنا لا نفكر بأحد. أرد على قبل ما ترد على الباقيين، أنت شفت مواد الدستور ولا لا؟ أيوه قريت مواد الدستور. إيه المواد اللي عجباك؟ اللي عاجبني في مواد الدستور هو احنا لما نيجي نتكلم عن الدستور كله مش عامة احنا مش هنقدر نفهم الدستور كله كأنه هو ايه المطلوب او هو شيء ملزم، لكن لا، اللي عاجبني في الدستور حاجة واحدة بس، هو جمع سلسلة الدستور كلها عبارة عن سلسلة في سلسلة المجتمع عامة، سلسلة المجتمع عامة مقيدة كلنا أن نخدم بعض وكلنا أن نرى بعض ونرى عقولنا. فمبادئ الدستور منها مبادئ الحقوق الاجتماعية، وعندك الحقوق التنفيذية والاقتصادية، وعندك جميع المبادئ. أما المبادئ التنفيذية ومبادئ النواب ومجلس الشعب هي أمور دخل فيها الارتباط في السلطات، بمعنى كل سلطة مقيدة ببعض، حتى في الرأي الأخير يكون رأي نافذ للشعب. أنت بتقول كلام جامد جدا صراحة. نافذ للشعب. مش عارف أتواصل معاك. دعني أتكلم معك. خلينا نخش في الرسالة الثانية. الرسالة الثانية أرد على الأستاذ محمود سعد الإعلامي الذي ترد عليه في إيه طيب؟ أرد عليه في إيه؟ أستاذ إعلامي مقدر بأنه درجة من العلم ودرجة من الحوار ودرجة من الألفاظ، لا يلفظ بكلمات مسيئة مباشرة على التلفزيونات وشاشة الفضائيات، بأنه يسمح بأن يجعل في الدستور 3 شتائم قبيحة. هل ده المنى المنقل أني أنا عامل أو أمي مصري أسمع من إعلامي نفس هذا اللفظ؟ الرسالة لمين تاني؟ الرسالة للدكتور محمد مرسي. أقول يا دكتور محمد مرسي، انتظر، أنت قائد نعم، أنت كويس معنا نعم، أنت بتحاول وطني نعم، ولكن احذر الغد سيكون نعم للدستور، ولكن الحرب القادمة حرب اقتصاد، حرب إهدار أحوالنا، حرب أرد بسبب ذلك أقول للحزب الحرية والعدالة لابد أن تبسطوا البساط لنا، وأن تدخلوا معنا في عقولنا، وأن تشاركونا في أفكارنا، وأن تشجعونا على أن نحن نكون قد المسؤولية. ليس شيء يكون مقتحر حتى تردوا على الإعلام الفاسد. شكرا لي. أتعرف عليك. لولي ناخد ورا كده عشان مش هينفع. لولي العربي. حضرتك طلعت معانا مرة. لولي العربي. منين؟ أنا أساسا من أسيوط ومقيم في الجيزة حضرتك. عايز تقول إيه؟ عايز أقول 4 رسائل. 4 رسائل كتير. 4 بإذن حضرتك لو سمحت، عايز أوصل صوتي من زمان بس مش عارف. طيب اتفضل بس بسرعة. أولا الإعلام في مصر هو وجزء من القضاة وجزء من النخبة السياسية راسب الرئاسة فرضوا نفسهم أوصياء على الشعب المصري. الصندوق الإعلام مطلع حضرتك تتكلم فيه، يعني الإعلام إيه علاقته باللي الإعلام لا أعمم. الإعلام منصة الناس بتطلع تتكلم فيه. لا أعمم. ما أنت حضرتك قلت الإعلام. قناة. لا غير الجزيرة. الإعلام منصة الناس تطلع تتكلم فيه. وأقصد من غير ما تقصد خلاص. قول الرسالة الثانية. الرسالة الثانية قضاة مصر في جزء شريف منهم هو اللي وافق ان هو يشرف على الاستفتاء. بص، الكل شريف يعني فكر بس التهم للناس دي. الكل شريف. انا لا اوجه لاشخاص. الاستاذ علاء الاسواني اتهم الشعب المصري بان هو فيه 40% اميه. هو بالفعل هناك 40% اميه لا يقرؤون ولا يكتبون. نعم، لا يقرؤون ولا يكتبون. جزء من هذه المؤامره على الدستور المصري الجديد الان وتحت ايدينا مستندات دستور مزور يوزع في جميع انحاء مصر مغلوط يوجد دستور مضلل. احذر الشعب المصري ان لا يذهب وراء اي احد، لان الدستور الان الاموال التي هربت اموال مصر تاتي لتزوير الدستور. الرساله الثالثه اوجهها الى رئيس الجمهوريه السيد الرئيس محمد مرسي، اقول له هؤلاء لابد من الضرب بيد بالحديد. شكرا لحضرتك. اتعرف على حضرتك. شكرا. زكريا عبد الكريم كامل من حي بستين.
يعني معلش مين اللي معاك؟ زكريا عبد الكريم كامل من حي فلسطين. الحقيقه انا جاي عشان حضرتك من حي البساتين. طب عندكم استفتاء بكره، ما ان شاء الله ليه سبت الاستعدادات وجيت هنا؟ ان شاء الله هحضر الاستفتاء بكره، وانا جاي النهارده في الرابعه العدويه عشان ايد قرارات الدكتور مرسي واقول له يا دكتور مرسي اثبت على قراراتك، وجايين نقول نعم للدستور. شكرا لحضرتك. تعرف عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. وليد عمر من المنوفيه، وانا جاي هنا عشان اوصل رساله يعني معظم اهل المنوفيه ان شاء الله يبقوا مع الدكتور مرسي ان شاء الله، وبنقول نعم للدستور. مش معاه في الانتخابات والله يا اخي احنا يعني الدستور هيبقى معاه يعني بالتاكيد قطاع عريض منهم هيغير رايه بعد اللي شايفه. احنا لينا رسالتين بس. رساله لشعب مصر عموما، نقول له لو سمحت ما تخليش حد يأثر عليك من غير ما تقرا الدستور كويس، من غير ما تفهم كويس، من غير ما يعني للاسف الناس اللي ضد الشعب هي اللي بتسحبه دلوقتي. يعني نفسي افهم التركيبه اللي عملوها النخبه دي، مين اللي خلاهم نخبه وكلهم مجروحين؟ للاسف كلهم مجروحين، ما فيش حد فيهم بيدور على مصلحه عامه، كله بيدور على مصلحة. ده اتهام بلا دليل. والنخبه دي اللي حضرتك بتتكلم عنها كانت في يوم من الايام تقف صفا واحدا معكم وتنصركم في الوقت الذي كان النظام السابق يقف ضدكم. يعني مشهود للدكتور البرادعي وهو من النخبه وهو ممن تعرضونه الان انه اتى الى مصر وجلس مع الاخوان وقال من حق الاخوان في وقت ان النظام السابق كان يضطهد الاخوان ويزج بهم في السجون. دكتور برادعي في كل حاجه مهمه ياخد الطياره وعلى سويسرا ولا مطرح ما هو قاعد على طول في كل موقف. يعني هناك انا عايز اعرف فين هناك سياده الرئيس محمد مرسي جه باراده الجماهير. في رئيس مستلم دوله ما في بلا دوله، علاوه على الدوله العميقه اللي بتحاربه في كل حاجه بيعملها الدكتور مرسي الله يكون في عونه، بيهدموها له. ناس يعني نفسي افهم، دول ناس كانوا عايزين الكرسي مش عايزين البلد تقوم على رجليها. هل الشعب ده كله زي ما قال الكاتب علاء الاسواني اللي كنت بحترمه احترام؟ ما قالش كل الشعب، قال هناك نسبه اميه في الشعب 40%، ودي حقيقه مش دي معلومه حقيقيه. 40% ما هماش جهله، في فرق بين الجهل والاميه. النبي صلى الله عليه وسلم كان امي ولكن علم المتعلمين. لكن الاميه في حق النبي صلى الله عليه وسلم كمال وفي حق غيره نقص. في حق غيره نقص، ولكن الاميه مش بالضروره انها جهل. في ناس اميين ولكن يعني بيفكروا تفكير سليم. شكرا لحضرتك. اتعرف عليك. احمد البرشي من دمياط يا استاذ مجاهد. منين يا فندم؟ من دمياط. ايه اللي حضرتك حابب تقوله النهارده؟ انا عايز اقول حاجه بسيطه جدا، ان يكفي في الوضع اللي احنا فيه حاليا ان دستور مصر بيتوزع على اي واحد في مصر، اللي متعلم وغير متعلم والامي وغير الامي وبإراء. انا عندي 40 سنه، اللي اعرفه في 30 سنه اللي فاتوا ان احنا كان عندنا دستور بنحكم بيه. اول ما سمعت عنه وشفته في تعديلات حسني مبارك 2007 تعديلات حسني مبارك وضعها 76. ايوه، هذه التعديلات كلها لغايه الان في قضيه امام المحكمه الدستوريه العليا اللي فجاه حكمت في ساعه على اسقاط الاعلان الدستوري بتاع مرسي، وظلت القضيه حتى الان امام المحكمه الدستوريه العليا المبجله التي لم تحكم بها حتى الان. وكان هذا الاستفتاء الذي قام به مبارك مخالف للدستور ولم تتكلم المحكمه الدستوريه. الذي اريد ان اقول هي رساله ايضا لهذه النخبه المحترمه التي كانت لها في قلوبنا منزله، كانت تاخذ بايدي مصر الى بر الامان، ولكن فوجئنا والذي نعلمه من الديمقراطيه في العالم ان الرئيس اذا يعني هزم خرج المعركه وتوجه الجمهور، وكان اول واحد يعلن للجمهور ان الرئيس المنتخب هو محمد مرسي. كان يجب ان يكون هو البرادعي وكان يجب ان يكون هو عمرو موسى يقولون اننا هزمنا وان رئيس الجمهوريه هو محمد مرسي. وهذا حدث بالفعل. هذا حدث، ولكن كان المفروض ان تظل على موقفك. انت الان لا تقف الان وانت رئيس، كنت يعني من المفترض ان تصبر رئيس البلد، ولكنك اسقطت او لم توفق. الاصل ان تساند هذا الرئيس ولا تقاومه ولا تقف امامه ولا طبيعي انك عندما تكون في معركه وتهزم من فلان تتمنى له ان يرسو، لا لمصلحه مصر ولكن لمصلحه شخصيه. لكن ما يحدث الآن هناك اعتراضات على بعض المواد في الدستور، فدعنا نسألك أولا هل قرأت كل مواد الدستور؟
أنا يعني بطبيعة عملي أنا أقرأ أشياء عامة، وليس كل من يقف أمامك الآن مهما قال لك أنا قرأت الدستور هو قرأ الدستور. أولا الدستور في أشياء لماذا توافق عليه وأنت لم تقرأه؟ المبادئ العامة التي اطلعت عليها وقرأتها، أو أنا لا أحفظ الدستور ولكن قرأت كثير جدا من هذه المبادئ، هذه الأشياء أعلم تماما حوالي 16 مادة في اختلافات عليها. ويعني لا شك الله عز وجل عندما أتى سيدنا صالح إلى قومه قال يا قوم اعبدوا الله واتقون أمام عبادة الله فإذا هم فريقان يختصمون، أمام عبادة الله فريقان يختصمون، فما بالنا من أمام دستور. وهناك في الدستور الأشياء والآليات التي تضمن تغيير أي مادة. المفروض أن تكون المعركة الآن هي أن تثبت نفسك أن لك وجود، وأن توفي لنفسك 70 عضو تغير من خلالهم أي مادة. لكن حضرتك بتقول إن في 16 مادة عليهم كلام فيعني هناك فرصة لتغيير هذه المواد، لماذا ننتظر إلى إقراره ثم بعد ذلك تغييره؟ أستاذ مجاهد حضرتك تعلم تماما أن هناك من كانوا في هذه اللجنة ووضعوا مواد بعينها. الدكتور المحترم مبجل عمرو موسى وضع مادة بعينها، وهذه المادة التي تؤكد على وضع مصر في القارة الآسيوية كلها، وأن هذا الذي حدث كان موجود أثناءها. مجرد ما سافر عمرو موسى وقعد مع ليفني يعني هذا الكلام غير مثبت، هذا كلام يعني مرسل، وهو نفى هذا الكلام جملة وتفصيلا السيد عمرو موسى. أشكر حضرتك. ثانية واحدة عشان هننقل إن في موجز. يعني إذا هذه اللقاءات مع بعض المتظاهرين الذين أتوا إلى ميدان رابع العدوية لتأييدهم للدكتور محمد مرسي، وكذلك لتأييد الدستور والمطالبة بالموافقة على هذا الاستفتاء. واترككم مع هذه الصور من أمام مسجد رابع العدوية. نعم للدستور.